السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن فترة الراحة للطيور. يجب الاعتناء به، وزيادة نسبة البذور وتنويع الغذاء من خضار وفواكه ودعمه بالكالسيوم والتشميس في الأيام الدافئة والاستحمام والنوم مع الغروب. وتجنب مسكه باليد لا للضرورة، وهي مرحلة يبدأ في استرجاع قوته بعد الخروج من مرحلة غيار الريش التي استنفذت قوته، ويبدأ في التغريد الخفيف ويكون غير واضح، ثم يبدأ بترتيب غنائه ويبدأ بالوضوح والعلو حتى يبلغ مرحلة الجهوزية يقوي تغريده ويكون واضح، ولذلك يجب ترك الحسون يرتاح ويسترجع، وعدم تغيير المكان من جو بارد إلى ساخن أو العكس. ونتجنب الأدوية وخلطات التجهيز، لأنه ليس وقتها، لأن وقت التجهيز ما زال لم يحين بعد. والقيام بعملية التألف والتشويق بين الإزواج وعدم حرق المراحل، أو محاولة تزاويج الحساسين في هذه الفترة. والصبر لا فترة التجهيز لكي يكون الإنتاج ناجح بإذن الله. العناية الجيدة واحترام المراحل من أسباب نجاح الموسم لدى الطيور. ورفع مناعة الحساسين ضد البرد بالتدريج، بتقديم المواد الطبيعية مثل البصل، الثوم، العسل، والتين، خل التفاح، الليمون، القرنفل. كل أسبوع نقدم نوع من هذه الأنواع للحسون ليقاوم البرد، لكن الذي يضره التيارات الهوائية هي من تسبب له المرض. لذلك يجب الحذر منها، وكذلك الاهتمام بنظافة الإقفاص ومستلزماتها وتغيير الماء باستمرار للحفاظ على سلامة طيورنا. وموسم موفق للجميع من لديه إضافة. يتفضل مشكورا.